ولا صاحب البيت بيدفع ضرايب ولا صاحب المحل بيدفع ضرايب. يتكلم في ايه؟ فعنده مليون محل بالطريقه دي، ينزل ياخد منهم ضرايب هيجيب فلوس. محل قدام ب 70,000 جنيه، الحكومه بتاخد من ميتين امور ولا اي حاجه، الشعبي بياخد ولا اي حاجه. يقدر يحط عليه ضرايب، ما يحاسبش على الايجار القديم اللي هو 200 جنيه، لا يحاسبه على 70,000 جنيه. اللي قدامك ده ب 120,000 جنيه ستاربكس، بياخد الحكومه بتاخد منه ولا حاجه. بحاسبه على الايجار القديم ويجيب فلوس. ده صاحب بيت، صاحب البيت ما بيعملش ضرايب في المحلات. عندك العماره دي بتلم لها فوق المليون. المحلات دي كلها كده 70,000 60,000، حتى اوضه فوق السطوح مقدره ب 500 جنيه قانون جديد ب 700 جنيه. فين بقى كل الضرايب على الناس دي؟ هينزل يشتغل، عنده مليون طريقه جدا، ينزل عين شمس ولا حاجه ولا ضرايب ولا تامينات ولا اي حاجه، ما يقدر يلم منهم. اول ما بتيجي بتاع التراخيص بيقولوا المحلات دي. مره جت حمله هنا على التراخيص، مصر الجديده كلها قافل، مفيش حد مرخص قانون. مصر حي الحته اللي انت فيها دي فورمه كلها قافل، لما قالوا هنفتح على الرخص. بتتكلم في ايه؟ كل دي فلوس ضايعه على البلد. هو عمال يقول هو اقتنع.